السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة هيوات نت. اليوم بحول الله غادي نحضر معكم حلوة البوق سهلة بزاف التحضير، بلا دقيق بلا زيت، تتجي معلكة وبنينة. عندنا 3 الكؤوس ديال الزرجلان مصهد شوية ما تبقاش فيه الرطوبة، ما يعادل 300 غرام. بعد ما برد الزرجلان غادي ناخذ خلاط كهربائي، نوضعو الزرجلان نطحنوه مزيان حتى نحصلو على هذا القوام. ناخذ اناء نوضع 2 بيضات درجة حرارة المطبخ، كيس من نكهات الفانيلا، ربع كأس من السكر حبيبات رقيقة، ملعقة كبيرة من مربى خاصة بالحلويات تعطي الحلوى ديالنا التعليكة، ملعقة كبيرة من الكراميل. ذوق الكراميل تيتواتى مع الزرجلان تيجيب الحلوى بنينة بزاف. نخلطو مزيان حتى تنسجم المكونات بعضياتها ويذوب السكر. بعد ما ذاب السكر مع البيض غادي ناخذ زرجلان، غادي نخلطو بسباتيلا يكون افضل. على هذا الشكل تيكون الخليط تيتلصق في الايدي. المعلقه المربى تتخلي الحلوى ديالنا تجي رطبه ومعلكه. هنا ضفت الزرجلان اللي عندي 300 غرام. بعد ما خلطتها مزيان حصلت على هذا القوام. غادي ناخذ البوق، هذا هو البوق اللي استعملت. الا كان عندكم البوش يكون افضل، غادي يعاونكم بزاف باش تخدموها بكل سهوله. غادي نخرجوها على هذا الشكل. هذه الحلوى سهله واقتصاديه والمكونات ديالها بسيطه، تعطينا كميه كثيره. صراحه هذه الحلوى تجي بنينه بزاف. غادي نبقاو على هذا الشكل. بعد ما شكلت الحلوى كامله غادي نزينها بحبات سوغيس. بغيتو تزينوها باللوز او بكاوكاو لكم الاختيار. انا فضلت نزينها بسوغيس لانها فيها غير زرجلان من داخل، تجي جميله بهذا الشكل. غادي ندخلوها الفران. بعد ما طابت الحلوى ديالي تجي على هذا الشكل، تجي محمره من برا وهشيشه من داخل، معلكه وبنينه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك.